تحية طيبة لجميع متابعينا أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسمعوا بزاف على الإقامة الجامعية بالمليحة ولا بالقبيحة، بصح تبقى مجرد ادعاءات، فقررنا أنه نكشفوا على الحقيقة. بدخولنا لإحدى الإقامات الجامعية بعاصمة الزيانيين تلمسان، شفنا أمور بزاف شابة، الأمر اللي دفعنا أن نثمنوا تلك الجهود من خلال واش رايح تشوفوا معنا. نحن الآن بالإقامة الجامعية مليحة حميدو، جئنا اليوم لنشارك هذا اليوم الرمضاني مع كل من يقيم هنا. جئنا لنشارك الأفكار، الإبداع، التصور مع من يقوم بالعمل، مع من يفكر في العمل، مع من يستفيد من هذا العمل. كلها حلقات منسجمة متواصلة وجب الكشف عنها. نكشف عن كل هذه الحقائق من خلال هذا العمل الإعلامي المتميز، كما سنتعرف على كل من سيتحرك لخدمة الطالبة المقيمة. ما نطولش عليكم لمعرفة من هو صاحب الرهان أن يطرحوا معايا. بغيتكم تشوفوا معنا طريقة توزيع الوجبات الإفطار على الطالبات المقيمات، أي يطرحوا معنا للمطعم. السلام عليكم السيده المديره، صحه رمضانك وصحه صيامك وصحه فطورك، وجينا باش نشاركوك هذه الاجواء الرمضانيه في الاقامه الجامعيه مليحه حميدو. مساء الخير عبد القادر، مساء الخير ورمضان كريم ليك وكامل طلبه وطالبات الجامعه الجزائريه والاسره الجامعيه بكل. رمضان كريم لطلبتنا الاعزاء وطالباتنا العزيزات، خاصه طالبات الاقامه الجامعيه مليحه حميدو اللي يعودونا كل سنه انهم يفوتوا اجواء رمضانيه في الاقامه. هذا العام عرفت دخول بعد العطلة، عرف إقبال كبير من طرف الطالبات. راكم شفتوا كما اليوم تقريبا راكم مررتوا على مختلف المصالح. الإقامة الجامعية خاصة في شهر رمضان تشبه خلية النحل، لا من ناحية العمال ولا من ناحية الطالبات.
السيده المديره، احنا شفنا اجواء رمضانيه عائليه شابه بزاف. بغيتك تحكي لنا على الاجواء هنايا والتحضيرات والبرنامج اللي استقبلتي به الطلبه باش يفوتوا رمضان هنا على مستوى الاقامه الجامعيه. احكي لنا شويه على البرنامج المسطر وعلى المجهود المبذول اللي راه يديروه العمال على مستوى الاقامه الجامعيه باش يوفروا خدمات مميزه للطلبه. بطبيعة الحال هي البرنامج المسطر في شهر رمضان دائما يدخل في تحسين ظروف معيشة الطالب، اللي هي سياسات تكون كائنة على مدار العام أو على مدار الموسم الجامعي. نسعى دائما من خلال مصالحنا، مصالح الإقامة، أننا نوفر خدمة جيدة للطالبات، خاصة في الشهر الفضيل. شهر رمضان المعظم هو شهر بالنسبة لنا شهر نتاع عمل، باش تستقبل الطلبة في أحسن الظروف، باش توفر لهم الوجبة على أكمل وجه كما شفتوا. قبلها يكون كاين مجهود كبير من طرف عمال مصلحة الإطعام خاصة، وحتى بقية المصالح الأخرى كمصلحة الصيانة والنظافة والأمن الداخلي، بالإضافة إلى مصلحة النشاطات الثقافية اللي بالمناسبة نحييها على اقتراح هذا البرنامج. هو البرنامج هذا كان كل سنة يكون برنامج ذو طابع ديني أو ثقافي في شهر رمضان. هذا العام كانوا اقترحوا عليا باش يكون برنامج ذو طابع اجتماعي، بما أنه رانا نهضروا دائما على تحسين ظروف معيشة الطالب، فشفنا باش نوريو لكم ونوريو للكل، يعني للجميع، كيف تقضي الطالبة الجامعية يومها في الإقامة الجامعية، كيفاش يقضي العامل اليوم نتاعو في الإقامة الجامعية. سيدة المديرة، أنت مشكورة على المجهودات المبذولة، والعمال كامل مشكورين على المجهودات المبذولة. ربي يقدركم وإن شاء الله مزيدا من النجاحات المهنية. شكرا، بارك الله فيك. أنا من خلالك ومن خلال كل طلبة وطالبات نتمنى رمضان مبارك للجميع، وبما أننا في العشر الأواخر كذلك أتمنى أن يكون العيد يهل علينا بالخير واليمن والبركات لكامل الجزائريين والجزائريات والأسرة الجامعية بالخصوص. شكرا سيدة المديرة. نروحوا نشوفوا الطالبات كيفاش راهم يعيشوا الأجواء الرمضانية خصوصا بعد الإفطار. يلا تكملوا معنا. متابعينا الان راح نشوفوا اجواء السهره الرمضانيه على مستوى الاقامه الجامعيه اللي تعيشها الطالبات، وخصوصا مع الورشات اللي تنظمها مصلحه النشاطات على مستوى الحي الجامعي مليحه حميدو. متابعينا، هذه كل الأجواء التي عاشها طالبات المقيمات خلال الشهر الفضيل على مستوى الإقامة الجامعية مليحة حميدو. نشكر الناس اللي كتواقفة، نشكر العمال على المجهودات المبذولة. إلى اللقاء في عدد آخر. تفكرت. يلا نرجعوا نشوفوا الناس اللي تعبت وخدمت باش وصلنا للشيء اللي شفناه.
السلام عليكم. رانا عند رئيسة مصلحة النشاطات على مستوى الإقامة الجامعية. مدام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. مرحبا بنا عندكم. الله يسلمك، مرحبا بكم. مدام بغيت نعرف ايه دور مصلحة النشاطات على مستوى الحي الجامعي. مصلحة النشاطات الثقافية هي مصلحة من بين أهم المصالح الموجودة على مستوى الإقامة الجامعية، إذ تعتبر فضاء حيا في الإقامة الجامعية لاكتشاف مواهب وإبداعات التي تسخر بها الشريحة الطلابية في الإقامة الجامعية. مدام بغيت نعرف الفضيل، بغيتك تحكي لنا على كاش تعب كشاعية، كيفاش داير في هذا الشهر هنا في الإقامة الجامعية. أكيد كاين شوية تعب في هذا الشهر الفضيل، لأنه احنا كمصلحة للنشاطات الثقافية نحاولوا نوفروا الجو للطالبات، يكون جو قريب من الجو العائلي. كنا سطرنا برنامج بالتنسيق مع لجنة المصلى ومصلى فاطمة الزهراء تبع الإقامة الجامعية، وكنا أيضا قمنا بورشات على مستوى المصلحة بعد الإفطار، يعني وين يوجد الطالبات متنفس من خلال هذه الورشات. وكنا كذلك حضرنا قاعدة رمضانية يتابعوا فيها برامج التلفزيون الجزائري، يعني وكنا يعني على الأقل ولو القليل من باش نوفروا لهم الجو اللي يقدروا يفوتوا فيه الأجواء والسهرات الرمضانية. مدام احنا على الطالبات كيفاش عاشوا الأجواء هنا داخل الحي الجامعي خلال هذا الشهر الفضيل؟ هي كان أسبوع من اللي توافدوا الطالبات للإقامة الجامعية، وصراحة يعني كان يعني حاولنا باش نوفروا لهم كما قلت لك الجو باش يكونوا يعني يكون عندهم يعني يقدروا يعيشوا في الإقامة الجامعية وكل شيء. الحمد لله يعني كان جو رائع. كنا البارح قمنا بورشات على مستوى المطعم، يعني كان تجاوب رائع من طرف الطالبات. كاين بعض الطالبات اللي اختاروا انهم يفوتوا السهرة تاعهم يعني في اجواء السمر الليلي مع بعض، وكانت اجواء في الحقيقة رائعة، يعني كان رضا نال اعجاب الطالبات ورضا. شكرا مدام، وربي يقدركم وان شاء الله ربي يجعلها في ميزان الحسنات. شكرا، مرحبا بكم حتى شكرا. كملنا مع مصلحة النشاطات، الآن ننتقلوا لحاجة واحدة أخرى، تبعوا معنا. عمي رضوان، السلام عليكم. السلام خويا، كي راك؟ لاباس؟ واش راكم مع رمضان؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، الحمد لله نعمه الحمد لله. كاش تعب كاش خدمه؟ ايوا كل نهار وبركته الحمد لله، ربي فيه الخير. كيفاش راكم دايرين مع التعليمات تاع الاداره؟ الحمد لله، ما كاين احترام بين الاداره وبين الخدام وموفرين كل شيء والحمد لله، وحنا نخدموا خدمتنا وهما يخدموا خدمتهم، كل واحد في حاله. عمي رضوان، بغيت نسقسيك على علاقتكم هنا مع الطالبات المقيمات. الطالبات مع الطالبات علاقه محترمه وتبادل، هذوك خواتاتنا وراهم كي بناتنا ورانا محترمينهم ومحترميننا، عيشه مع نورمال، محترميننا ومحترمينهم، ما كانش تبادل. عمي رضوان، احكي لي شويه على الاجواء الرمضانيه هنايا. اجواء رمضان ككل سنه، احنا شحال من عام وحنا هنا نفوت نورمال، كاين واحد المحبه وواحد العلاقه حسنه بين الطلبه والخدامه والاداره، والحمد لله وموفرين لنا كل المناخ، والحمد لله ورانا الحمد لله الحمد لله، ربي يقدركم ان شاء الله وتكملوا شهر رمضان غايه لاباس. شكرا، بارك الله فيك وتعيدوا بالصحه وشكرا لكم. ليكيب، هيا تروحوا معنا نشوفوا حاجه واحده اخرى. جماعه نشوفوا، يبان لي هو الممول جا، يلا تروحوا معايا. جماعه السلام عليكم، صحه رمضانكم، صحه صيامكم. انا مع عمليه استقبال السلع، هيا يلا زيدوا تكملوا معايا.
ماده اللحم اللي دخلوها راهم حطوها في الفريغو للحفظ، ودروك مازال باقي سلعه واحده اخرى. نمشيو معايا باش تشوفوا واش راح يديروا. جماعه رانا لحقنا الكوزينه وين يطيبوا، نشوفوا الناس اللي راها تتعب وتخدم واش راهم محضرين لنا. السلام عليكم، صحه رمضانكم. السلام عليكم، الله يعاونكم. واش راكم لاباس غايه؟ لاباس الحمد لله. كيفكم دايرين مع رمضان؟ لاباس غايه الحمد لله. الخدمه ما راهاش تعبكم شويه مع شهر رمضان؟ شويه عيا وشويه سخانه وتعب. المهم انت واش راكي دايره لنا هنا؟ شكون تحضري الطالبات؟ درت الصبا الطالبات بناتنا. ربي يحفظكم وربي يقدركم ان شاء الله. الله يسلمك ودي والله يعاونك ويبارك. امين يا ربي. ما نطولش عليكم، نروحوا نشوفوا الناس الاخرى واش راها تحضر. عليكم، الله يعاونك. واش راكي اختي لاباس غايه؟ صافا الحمد لله. واش راكي دايره مع رمضان مع التعب مع العيا؟ صافا الحمد لله. واش راكي تحضري لنا اختي؟ نحط لكم بوراك. هذا خاص بالوجبه تاع الطالبات. ربي يبارك فيك وربي يقدرك اختي، شكرا. نزيدو نكملوا مع الجماعه واش راه باقي. هيا تروحوا معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعاونكم. هم عليك. واش راك لاباس غايه؟ يا الحمد لله والله غاية. كيفاش راك داير مع الخدمه مع العيا مع التعب صيام رمضان؟ بس الحمد لله كاين شوية تعب بس الحمد لله رانا جايبينها إن شاء الله. يبان لي راهم مكلفينك المهمه تاع السلطه برك. هذا أنا خدمتي السلطة. ماشي سهله، يبان لي شويه المهمه صعبه. لا الحمد لله شوية سخانة وشوية عيا بس الحمد لله خصنا نوعوا. ربي يقدركم. لا حفظك. نكملوا جماعه نشوفوا واش راه باقي لنا. السلام عليكم، انا عند جزار الاقامه. مرحبا بك خويا. واش راك خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكم مع رمضان مع التعب مع الخدمه؟ لاباس الحمد لله خويا، انا مع الخدمه توجور. كاش سخانه؟ باينه. يبان لي شويه المهمه نتاعكم شويه صعيبه هنا في الاقامه. صعيبه سيرتو في رمضان. ربي يقدركم. واش راكم محضرين اليوم كوجبه؟ لحم قطع كبيره ولحم مفروم، لحم مفروم نديروا به البوراك وشرموله وفيونداشي. الله يبارك، ربي يبارك، ربي يقدرك خويا. الله يحفظك خويا ومرحبا بكم. جماعه نزيدوا نكملوا مع المراحل اللي راها باقيه، تبعوا معنا.
جماعه كنا فايتين، لقينا الالكتريسيه يخدم في الضوء، ربي يقدره. خويا السلام عليكم، ربي يعاونك.